بيوت هترجع تقع تاني زي نصر النوبه ويتعمل لها احلال وتجديد. لا، احنا دلوقتي بنقول هناخد الدونه. مش معقول بقى استاذي ان احنا هنقول مين هيوزع. لا، لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت يا استاذ مسعد، لو سمحت ما تقاطعش. يا استاذ مسعد، يا استاذ مسعد، القاهره عشان يفهمونا اللي حصل ايه. حاضر، عشان يفهمونا ايه اللي تم في المرحله اللي فاتت مع المسؤولين. المرحله اللي جايه دي بنقول لك الكوره اتعملت في ارضنا احنا، دي لسه لها اعداد. اتفضل استاذ جوهر دي. هو بالنسبه للواجب هي انا عملت يعني قريت مكالمه تليفونيه مع الدكتور احمد زاهد، كنت بقول لكم عارفينه ايه؟ تشكر. هو طبعا متعايش هناك حول البحيره وكل حاجه وهي ودارس المنطقه دي كلها، وهو طبعا جيولوج هو، فقال لي في المنطقه دي راح ناخد ده افضل مكان فيه. قلت له لو سمحت وافق عن هذه المسألة. كان عندي من شويه من يومين كان عندي رئيس المجلس المحلي في مدينة وادي مصر اللي هو المهندس خليل جبالي السابق، هو طبعا يعني اسمه وكان رئيس مجلس قبل كده، وقال لي انا كمان ده كان منطقه كويس جدا وانا نفسي ليا واحد هناك. بالاضافه الى ان انا قابلت مع قابلت مع الدكتور صابر الشاهين، هو متخصص اراضي طبعا، هو عميد في كليه الزراعه طنطا، وقال لي ان انا في مجموعه تشكل مجموعه من متخصصين الاراضي والزراعه هيوجه له هناك وياخدوا ايه. وقلت له لو سمحت عايز تقرير عن ايه هناك. قابلت مع عميد كليه الاداب الدكتور ابو عيان، وطلبت منه ان يديني اسم المرافق هناك بيان وافي عن واجب. لو جت الحاجات دي كلها دي ان شاء الله برضك على الطبيعه هنشوف، لان انا واحد من اللي مغتربين فعلا وعايز اعرف. بالنسبه لتوزيع انا عايز اوضح حاجه، ان دي كره، كل قريه فيها عدد من الناس من المغتربين ما استلمش، واحنا زي ما بنقول منطقه وادي كركر هتتبني عليها 3 قرى، داوود ودهميت ومبركات. كل جمعيه عندها حصر لمين ما استلمش، وفي المساحه في حصر مين اللي ما استلمش، وهناك في نصر النوبه في معروف مين اللي ما استلمش. واخد بال حضرتك؟ فالنهارده اللي هيستلم اللي هو ما استلمش قريته صاحب الحق. فالنهارده اما اجي ابني امبركات 700 بيت بتوع امبركات اللي ما استلموش هم اللي هيستلموا. في نفس الحكايه، العدد اللي ما اتبناش. ويعني ناخد بالنا ان لما بنبني الكوره بيبقى يعني عاملين حسابنا في التوسعات. احنا بنقول ايه، هيتحط المعدمين وهيتحط كذا وهيتحط، في الاخر هتبقى قريه متكامله بعدد. وانا وجدت ناس عايزه تنقل فيما بعد يعني الكلام ده بقى قدام خالص من نصر النوبه عايزه تنقل هناك. ايه المانع؟ واخد بالك؟ بس هو الراجل شكرا استاذ. ايوه اتفضل. حاضر جماعة كل واحد يتكلم 5 دقايق. السلام عليكم جميعا. أنا إن شاء الله بإذن الله دقيقة واحدة كل سنة طيب. أول حاجة عايز نقول بعض الإخوة اللي ما حضروش قبل كده، كان الأخ والأستاذ مسعد هركي أول حاجة قدر بيقنع بيها الناس المسؤولين اللي هو المصاريف اللي بيصرفوها على البيوت اللي هي فيها تحليل كان بتكلف الدولة، أقنعهم من الزاوية دي. بعد كده دخل في المهمة اللي احنا فيها، ودي احنا بنشكره عليها. الحاجة الثانية اللي عايز اقولها لكم، يكفينا فخر ان انتوا بسم الله ما شاء الله كلكم متعلمين في اسئلتكم. انا بقيت مبسوط دلوقتي، اللي بيسال واللي عايز يعرف. لولاش الحاجه الحديثه والتكنولوجيا دي انا كراجل جاي كنت اعرف من ايه. دي حاجه جميله جدا.
فاحنا النهارده نساعد الناس دي في كل خطوه، ونبارك الله سبحانه وتعالى ان يوفقهم باي مسؤول، لكن ما نضغطش عليهم في حاجه وجايين من القاهره مخصوص عشان احنا اللي طلبناهم. احنا اللي طلبناهم عشان يجوا، لكن انا ليه اعتبر على الاستاذ سيد، على الاستاذ مسعد هيركي، بنقول له استاذ مسعد هيركي، بقول له والله اسكندريه كلها بيتك، واي بلد في بلاد النوبه هنا بيتك، وما تقولش ان انت جاي باذن ان انت في بيتك، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا. شكرا يا حاج مركز. اتفضل يا الشاب الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد السيد أستاذ من جمعية نوب. كنت بسأل حضرتك، أنا هخرج عن الموضوع خالص يعني. هو في مشكلات دلوقتي ما بين وطبعا السؤال ده جميل. طبعا الموضوع موضوع قتيل، ده موضوع قتيل دي وبيننا وبين بعضينا، فدي بتبقى صعبة شوية، خاصة ان اهل القتيل طالبين الحكم في اللي قتل، فدي هنا هو تخصص قضائي مش بتاعنا، لكن بقدر الامكان بنحاول نلم الامور عشان نجمع بين القريتين. والحمد لله انا امبارح قاعد مع عمده عبد الله، انا من جسر وهو من تماس، قاعدين كلنا مع بعضنا. الاسر هنا دلوقتي تتزاور، كان الاول لا، هي المساله مساله وقت القضاء يطلع اللي هيحصل في الشاب اللي قتل، بعد كده هو هترجع الامور لمجاريها، هي مساله وقت. لان طبعا شيء طبيعي ان يكون اخوك توفى اتقتل وواحد بره، لا طبعا لازم يسجن وياخد حقه قضائيا، وبعد كده هو تتحل الامور